حدث كل شيء بسرعة وانتهى بسرعة. وعلى قارعة الطريق أمام المنزل الذي تحول إلى كتلة سوداء جلست سوسن مع زوجها وأولادها الثلاثة، وكلهم بحالة حزن وصدمة مما حدث. لكن لم يتوقف لسانهم عن ترديد الحمد لله الحمد لله. وفجأة قالت سوسن: لقد رأيت هذا المشهد منذ 3 أشهر بكل تفاصيله، رأيته لأعرف كيف سأنقذ نفسي وأسرتي، والحمد لله. أهلا بكم أصدقائي في قصة جديدة من قصص وحكايات داليا سلام، وإن شاء الله قصة النهاردة تحوز إعجابكم وناخد منها الحكمة والعبرة. قصة النهاردة بعنوان خيالات ليلية. وما يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كعادتها منذ سنوات تستيقظ سوسن كل صباح لتجهز أولادها الثلاثة للمدرسة وتحضير وجبة الفطور لهم ولزوجها. وبعد انطلاقهم كلا إلى مهمته، الأولاد للمدرسة والزوج للعمل، تبدأ هي في إنجاز واجبات المنزل وإنجاز واجباتها بحق نفسها، ومن ثم تحضير طعام الغداء للعائلة، وهكذا بدوامة مستمرة كل يوم، دون أن يخلو الأمر من استثناءات كل فترة حسب الظروف. بالرغم من روتينية حياة سوسن التي قد تكون بالنسبة للبعض مملة، إلا أنها كانت سعيدة بها، ودائما ما تحاول إسعاد نفسها وعائلتها بشتى الطرق. لكن كل ما سبق كان قبل أن يأتي ذلك الشيء الذي عكر عليها صفو حياتها تلك والرتابة التي كانت عليها، وقلبها رأسا على عقب تدريجيا. في كل ليلة لما تضع سوسن رأسها على الوسادة، تجتاح عقلها وتحتل تفكيرها خيالات مخيفة، تأبى أن تطرد هذه الخيالات مهما حاولت سوسن، فترى منزلها يحترق ليلا وتأكله النيران، وهي تصرخ وتقحم نفسها بين اللهب من أجل أطفالها الثلاثة، وكانت ترى ذلك بتفاصيل الدقيقة، وكأن شريطا مسجلا يعرض أمام عينيها. ما كانت تجهله فقط هو متى سيحدث هذا. تكررت هذه الخيالات مع سوسن مدة شهر كامل، وكاد أن يصل بها الأمر إلى الجنون، حتى قررت في إحدى الليالي أن تصارح زوجها الذي لم يلاحظ عليها أي تغيير بما يحدث معها، فحاول تهدئتها وقال: عزيزتي، هذه أفكار شيطانية، لن يحدث منها شيء مما تخيلتيه، أرجوك اهدئي الآن واشربي كوبا من الماء ونامي، وفي الصباح لكل حادث حديث. حاولت سوسن أن تشرح له أكثر من ذلك، إلا أنه لم يقتنع، وأدار لها ظهره متمتما بكلمة واحدة: خيال في خيال. أصبحت سوسن تكره الليل مما تراه قبل أن تغط في النوم، حتى أن ما يحدث أثر في صحتها وإطلالتها البهية التي اعتاد الجميع على رؤيتها بها، فقد بدت هزيلة شاردة الذهن في كل الأوقات، كما فقدت ابتسامتها البهية التي كانت تقابل بها الناس. لذلك اضطرت إلى إخبار المقربين منها بما يجري معها، إلا أن الجميع كان كزوجها، أجمع أنها مجرد تهيؤات، ولاموها على إغراقها فيها. ولكن سوسن الوحيدة الموقنة أنها لم تكن كذلك، وأن أمرا ما سيحدث عاجلا أم آجلا. استمرت حالة سوسن تلك 3 أشهر بالتمام والكمال، ازدادت فيها يوما بعد يوم هزلا وشحوبا. وبعد يوم واحد من مضي الأشهر ال3 حان موعد اليوم المنتظر الذي رسم في مخيلة سوسن منذ مدة، ففي تمام الساعة 9 مساء، وبينما كان الأولاد في غرفهم استعدادا للنوم وسوسن تجلي في المطبخ وهي تتناقش مع زوجها، صدر صوت انفجار قوي، بدا أنه من غرفة الجلوس. لحظات قليلة كانت تفصل بين الصوت وبين مشاهدة سوسن وزوجها للنيران تهب في أرجاء المنزل، فأخذت سوسن تصريح الأولاد سأنقذهم أنا، ثم ركضت مسرعة ناحية غرف الأولاد متجاوزة النيران التي بدأت تزداد شدتها شيئا فشيئا،
وزوجها ينادي عليها للعودة لكن بلا جدوى. حدث كل شيء بسرعة وانتهى بسرعة، وعلى قارعة الطريق أمام المنزل الذي تحول إلى كتلة سوداء جلست سوسن مع زوجها وأولادها الثلاثة، وكلهم بحالة حزن وصدمة مما حدث، ولكن لم يتوقف لسانهم عن ترديد الحمد لله الحمد لله. وفجأة قالت سوسن: لقد رأيت هذا المشهد منذ 3 أشهر بكل تفاصيله، رأيته لأعرف كيف سأنقذ نفسي وأسرتي، فالحمد لله. وبكده تكون خلصت قصة النهاردة، ويا رب نكون استفدنا منها الحكمة والعبرة، واشوفكم على خير بإذن الله في قصص كتير شيقة وممتعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.